وده ممتاز جدا. ازاي يا دكتور مع نزول الوزن وهو بيمارس رياضه يحصل فيه ترهل رغم ان هو بيقول لك ان الرياضه بتشد الجسم؟ انهي نوع من الرياضه؟ وخلينا نبدا الموضوع من الاول. هل احنا خسينا بسرعه ولا خسينا ببطء؟ دي لو نقطه خسينا مهمه. بسرعه لازم هيكون في ترهل. تمام. لان الجلد هو مرن لكن عشان خاطر ينزل مره واحده عشان هياخد وقت عقبال ما يرجع للالاستيستي بتاعته او المرونه بتاعته ان هو ياخد الشيب اللي موجود دلوقتي. زي بالظبط في حالات الحمل، يبقى الست حامل وبطنها كبيره وتيجي طبعا الوزن بينزل كله مره واحده مع الطفل، يبدا يبقى في برضه ترهل لفتره معينه، بعد كده بيرجع لما يرجع ياخد العضلات تبقى تقوى تاني، العضلات تشد تاني ويبدا الجلد يمسك على العضلات تاني. فبنقول للاسلام ان انت لو خسيت بسرعه ده طبيعي جدا وهياخد وقته. طيب واحنا بنخس هل كنا ماشيين على نظام غذائي صحي بيوفر لنا كل العناصر الغذائيه اللي احنا محتاجينها، ولا كنا نظامنا فقير في المغذيات فبالتالي الجسم ما عندهوش الفيتامينات والكولاجين اللي هو محتاجه عشان خاطر يعوض بيه مرونه الجلد تاني؟ فاي حد عنده ترهلات بننصحه بحاجتين. اولا اهتم جدا بفيتامين اي، ده موجود منه مستحضرات طبيه، كريم بيدهن على المناطق الخارجيه او متوفر بشكل كبير جدا في الخضروات والفواكه. نهتم جدا برضو بالكولاجين، ده موجود في البروتين. البروتين زي البروتين الصافي الحيواني زي اللحوم وزي الفراخ وزي الاسماك. ونهتم جدا ان احنا ناخد القطعيات اللي ما فيهاش دهون. اللحم البتلو مثلا افضل من الضاني، صدر الفرخه افضل من ورك الفرخه. تمام. طبعا دهون الاسماك مفيده لانها غنيه بالاوميجا 3 وده بيساعد كمان في شد الجلد ويعني ويستعيد مرونته من اول وجديد. دكتور كريم حضرتك قلت فكره اليويو ان الجسم بيزيد وبيقل وبيزيد وبيقل، هل شكل الجلد بيرجع تاني لو حصل فيه ستريتش مارك؟ شكل الجلد بيرجع لو ستريتش ماركس حديثه ممكن نعالجها، لكن لما تكون الستريتش ماركس نتيجه فقد، يعني برضو الناس اللي بتفقد فوق ال50 وال70 كيلو ده لازم هيكون فيه ستريتش ماركس ولازم هيكون فيه عضلات. فالستريتش ماركس موضوع الكريمز والمعرفش ايه الحاجات دي تسويقيه بقى ولا ممكن في حاجات بتجيب نتائج؟ بتساعد وفي تكنيكس كتيره بتساعد الى درجه معينه مع في كله على كتير حسب بيسالوا في الموضوع ده لان بيبقى بعد كده يعني ببقى خسيت فرحانه بشكل كده بس شكل الجسم بيبقى مضايقها. احنا هنلاقي في نوعين من الستريتش ماركس. في ستريتش ماركس بيكون لونها احمر ودي بيكون لسه حديثه، وفي ستريتش ماركس لونها ابيض دي بتكون عدى عليها فتره شويه من الزمن. اللي لونها احمر دي ممكن تتعالج، وممكن ان هي مع الاهتمام بالكريمات وبعض التكنيكات الجلديه بتبدا ان هي ترجع تاني. اما اللي هي لونها ابيض بتكون اصعب شويه، لكن برضو مع التكنيكس ومع العلاج بتاعها بيروح لدرجه معينه على حسب الحاله كانت ايه في الاول. يعني لو حد فقد وزن، اللي بيخس بصحه غير اللي بيخس بالرجيم كيميائي، اللي بيفقد وزن كبير غير اللي بيفقد له 5 كيلو مثلا او حاجه. بيخس برياضه غير اللي بيخس بالظبط. اللي بيمارس الرياضه بتشد يعني بتشد الجسم جدا، خصوصا كمان مع الاسترتش ماركس. لان الاسترتش ماركس هي عباره عن ايه؟ هي الجلد كان مشدود كده، مع فقد الوزن بيبدا ان هو يعني يتكشكش بالبلد زي ما بيقول، فيبدا يظهر عليه الاسترتش ماركس دي. فلو احنا عملنا رياضه فالعضلات بتحل محل الدهون شويه، تبدا تدي شيب وترسم شكل الجسم، فبنلاقي ان نسبه الاسترتش ماركس بتقل جدا. غير اللي بيخس طبعا من غير اي رياضه، او حتى المشي، هو ماشي حاجه ممتازه جدا، لكن محتاجين معاه كمان تمارين لتقويه العضلات، وده انصح بيها اسلام عشان خاطر يتخلص من الترهل اللي موجود عنده. طبعا بروز البطن او ترهل البطن ممكن يكون ضعف في عضلات البطن. تمام. يعني حتى لو حد خس وبيمارس المشي وماشي بدايت صحي وكل حاجه عملها تمام، لكن عضلات بطنه ضعيفه، هنلاقي ان في ترهل، لان الاعضاء الداخليه تضغط لبره، فيبدا يبقى حاصل بروز في البطن. فبننصح دايما ان احنا نعمل تمارين للبطن. تمارين البطن مش هتحرق الدهون، لكن هي هتقوي العضلات فتمسك الاحشاء الداخليه مع بعضها فتشد الجسم من بره. تشد شكل الجسم. الرجيم الكيميائي كله طبعا يعني كله واحده متكامله. الرجيم الكيميائي وفكره ان انا اخس خطورته على يعني اخر حاجه ان هو يرجع اكتر من الاول. بالظبط. احنا 90% دي دراسه اتعملت على الناس اللي بتتبع الرجيمات الكيميائيه او الرجيمات السريعه، بترجع كل اللي خسته واكتر في خلال سنه. 90%. فده نسبه كبيره جدا طبعا. وغير كده، غير المضاعفات اللي بيحصل انيميا، بيحصل هشاشه عظام بعد كده، بيحصل فقد، خصوصا السن الصغير، البنات في السن الصغير اللي بيمشوا على رجيمات كيميائيه ويبدا جسمهم يفقد الكالسيوم. احنا في السن الصغير ده اللي هو من بعد سن البلوغ لحد 25 سنه لحد سن الزواج، ده الفتره اللي بنبني فيها المخزون الجسدي بتاع الكالسيوم، خصوصا عند البنات، عشان خاطر بعد كده
شاء الله بيحصل زواج، بيحصل حمل، بيبدا البيبي او الطفل او الجنين ياخد من الكالسيوم المخزون ده كله. أكيد. فلو المخزون ضعيف في الاول نبدا نلاقي ان الام تبقى ضعيفه، الجنين بيبقى ضعيف، بيتولد طفل ضعيف. كمان بعد كده من مشكلات صحيه طبعا، هشاشه العظام، تعب، اسنانها بتوجعها، تسوس في الاسنان، ما بتقدرش تقوم بواجباتها تجاه بيتها او تجاه طفلها، وجع في الرجلين، الطفل نفسه بيكون متاثر، بيكون بنيته ضعيفه. كل الحاجات اللي بنبنيها من دلوقتي في جسمنا بتاثر علينا بعد كده. كل الحاجات اللي بنبنيها دلوقتي من جسمنا بتأثر علينا. ده ختام كلامنا، ختام ومسك. بشكرك دكتور كريم، شرفتني ونورتني. انا اتنورت النهارده، واتمنى يكون قدرنا نفيد المشاهدين ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا. يا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم ونكون استفدنا بيها.